معلومه خفيفه ظريفه على واحد الحاجه كتعجبنا كاملين وكاملين كنستهلكوها، البطاطا. اليوم نعرفوا شنو الفرق ما بين هاد الجوج هادو، لا من الناحيه الغذائيه لا من الناحيه الصحيه. ولا كنتي كتقلب على طنطن راه خصك تاخذ طنطن. تبع معايا. فالبطاطا الحلوه 100 غرام تقريبا طايب فيه تقريبا شي 83 سعره حراريه، اكثر شي شويه من البطاطا العاديه اللي فيها شي 73. لكن الغريب في الامر ان بجوجهم تيبقاو السعرات الحراريه ديالهم ناقصين بزاف مقارنه مع الرز اللي تقريبا فيه 130 سعره حراريه. البطاطا الحلوه النقطه القويه عندها هي فيها الياف اكثر من البطاطا العاديه، والالياف كنعرفوهم انهم مهمين على مستوى الجهاز الهضمي، خصوصا تيغذيو لينا تيلعبوا الدور ديال دي بريبيوتيك، تيغذيو لينا البكتيريا النافعه على مستوى الجهاز الهضمي. النقطه الثانيه هي انها فيها سكريات. البطاطا ما فيهاش سكريات بسيطه، فيها كربوهيدرات بحال النشا هو واحد السكر معقد اللي كاين في البطاطا، كاين حتى في البطاطا الحلوه، ولكن البطاطا الحلوه زياده على ذلك فيها سكريات بسيطه. من ناحيه الاملاح المعدنيه بجوجهم فيهم البوتاسيوم اللي مهم بزاف للصحه ديالنا. فالا كنتي بغيتي الياف وبغيتي هضم ثقيل وبغيتي مؤشر جليسيمي هابط، خذ لك البطاطا الحلوه. الا بغيتي مؤشر جليسيمي عادي خذ لك البطاطا العاديه حيت ناقصه في الالياف. وللاشاره فالجوده البروتينيه واخا بنسبه قليله فهي جوده عاليه جدا. قول لي في الكومونتير واش انت من صحاب البطاطا الحلوه ولا من صحاب البطاطا العاديه، وبارطاج هذه المعلومه اللي خفيفه ظريفه مع صحابك. تهلا.